بتحط راسك على المخدة وبدل ما تنام دماغك بتسوحك في اللي حصل واللي جاي. في تجربة قوية جدا في جامعة بالو بأمريكا، الباحثين جابوا مجموعة من المتطوعين بيعانوا من الأرق وقسموهم لمجموعتين. المجموعة الأولى قعدوا 5 دقايق قبل النوم يكتبوا قائمة مفصلة باللي لازم يعملوه بكرة. المجموعة التانية ما كتبوش أي حاجة. النتيجة إن المجموعة اللي كتبت قائمتها نامت أسرع بمتوسط 35 دقيقة كاملة، وده فرق ضخم جدا في علم النوم. تخيل كده، نص ساعة زيادة يوميا يعني تقريبا 15 ساعة زيادة راحة في الشهر. العلم بيقول إن ده بسبب ظاهرة اسمها رومينيشن. الدماغ بيفضل يعيد نفس الأفكار كأنه بيحاول يرتبها ويحطها في الذاكرة. المشكلة بقى إن الوركينج ميموري بتتعلق بالأفكار دي وتمنعك تدخل في مرحلة النوم العميق. أول ما تكتب الأفكار على ورق، العقل بيبدأ يتعامل معاها على إنها اتخزنت خلاص، فيفك نفسه ويبدأ يهدى. حل بسيط جدا: قبل ما تنام امسك ورقة واكتب من 3 ل5 حاجات شغلة دماغك، مش فارق صغير أو كبير. جربها النهاردة وشوف بنفسك إزاي النوم بيجي أسرع ودماغك بتبقى أهدى. سلام.